ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده خلينا نتكلم بهدوء شويه، لان في قضايا ما ينفعش تتقال بصوت عالي، ينفع تتقال بضمير عالي. في مجتمعنا مشاكل كتير بنعدي عليها، مش لاننا موافقين، لكن لاننا اتربينا نقول هو كده وده الطبيعي. بس الحقيقه ان الطبيعي مش دايما صح. النهارده حابه اتكلم عن مشكله بتلمس الطفوله نفسها، جواز القاصرات. لما نقول قاصرات احنا مش بنتكلم عن رقم في شهادة ميلاد، احنا بنتكلم عن بنت لسه بتتعلم يعني ايه حياة، لسه بتفهم نفسها ولسه بتبني شخصيتها خطوة خطوة. الطفولة مرحلة مفروض تكون آمنة، مليانة تعليم ولعب وتجربة، مش مرحلة نسرعها ونحولها لمسؤولية أكبر من طاقتها. الجواز مش ورقة ولا فستان ولا فرح، الجواز شراكة وضغط نفسي ومسؤوليات يومية واختيارات صعبة. السؤال هنا مش هل الجواز حلال، السؤال الحقيقي هنا هل الطفلة قادرة تفهم، قادرة تختار وتتحمل اللي هي داخلة عليه. وفي أغلب الحالات الإجابة بتكون لأ. كتير بنسمع كلمة ستر كأنها كلمة تمسح أي شك، بس خلينا نفكر، هو الستر إننا نخرج بنت من بيت أهلها وهي لسه محتاجة حضن، ولا الستر إننا نعلمها ونأمنها ونسيبها تكبر وهي فاهمة هي عايزة ايه؟ الستر الحقيقي مش هروب من خوف، الستر الحقيقي حماية مستقبل. أحيانا السبب بيكون فقر، وأحيانا ضغط مجتمع، وأحيانا خوف من كلام الناس، وأحيانا مجرد تكرار لعادات من غير ما نراجعها. بس مهما اختلفت الأسباب النتيجة واحدة، وهي إن بنت دفعت تمن مختارتهوش. اللي ما بنحبش نواجهه إن الجواز المبكر بيخلف وراه آثار طويلة المدى. في بنات بتسيب تعليمها، وفي بنات بتدخل علاقات ما عندهاش أدوات تحمي نفسها فيها، وفي بنات بتكبر بدري قوي بس من غير نضج ومن غير أمان. ولما يحصل طلاق مبكر أو تعب نفسي أو عنف، المجتمع بيسأل هو ازاي حصل كده، مع إن الإجابة كانت واضحة من البداية. المشكلة دي مش ذنب بنت ومش ذنب أسرة لوحدها، دي نتيجة مجتمع أحيانا بيطلب من الطفلة تكون أقوى من سنها، مجتمع يطلب منها تتحمل لكن مش دايما بتكون مستعدة يحميها. الوعي مش هجوم ومش إدانة، الوعي إننا نقف ونراجع نفسنا، إننا نسأل هو اللي بنعمله فعلا لمصلحة البنت ولا لمجرد إن كده أسهل. لما تكون بنت متعلمة وآمنة وواعية مش عبء، دي قيمة المجتمع كامل. التغيير ما بيحصلش مرة واحدة، بس بيبدأ بفكرة وكلمة وموقف. كل مرة نختار فيها نسكت بنسيب الغلط يكمل طريقه. لو الكلام ده لمسك أو خليك تفكر، ما تنسوش تشتركوا في القناة، لأننا هنا بنتكلم عن مشاكل حقيقية بهدوء من غير تجميل، ويمكن كلمة تكون سبب في وعي جديد. خليني أسيبك مع سؤال واحد، لو كانت دي بنتك بنفس العمر بنفس البراءة وبنفس الخوف، كنت هتقبل تحط على كتافها الحمل ده كله؟ الطفولة مش مرحلة نعديها، الطفولة حق، والوعي أول خطوة في طريق الصح. مع السلامة.